معظم الناس لما بتحس بوجع اسفل الظهر اول حاجه بتيجي في بالها انه ديسك، بس الحقيقه ان الديسك او الغضروف بيمثل بس 25% من اسباب الوجع ده. في اسباب تانية كتير، خليني اقول لك زي ايه. ممكن بسبب تحميل على الظهر، سواء احنا في الشغل بنقف فتره طويله او بنقعد على مكتب فتره طويله، في البيت بنعمل شغل البيت، او لو انت في التمرين وعملت التمرين بشكل غلط او شلت وزن تقيل. كل ده واكتر بيسبب اجهاد في العضلات اللي حوالين العمود الفقري، وده هيسبب شد عضلي مزمن ولا هيسبب الالم اللي احنا بنحسه في اسفل الظهر. طيب ازاي نقدر نقلل او نتجنب الالم ده؟ الحل سهل، من خلال شويه تمرين ني تو شيست. نقدر نثبت في الوضع ده 30 ثانيه ونكرره 5 مرات، مرتين او 3 في اليوم. التمرين الثاني تشايلدز بوز، نقدر نثبت 30 ثانيه في نفس الوضع ده ونكرره 5 مرات من مرتين ل3 في اليوم. التمرين الثالث فيجر اوف 4، نقدر نعمله مع تبادل الرجلين 30 ثانيه في 5 مرات، وممكن نكرره من مرتين ل3 في اليوم. حاول على الاقل تستخدم كرسي مريح يكون باك سبورتد، او تحاول تتحرك 10 دقائق كل ساعه. ولو انت بترفع حاجه تقيله من على الارض، حاول ان الثاني يكون من ركبتك مش من ظهرك. سكشن العلاج الطبيعي SST هنساعدكم تحلوا المشكله دي عن طريق تمارين بتستهدف تقويه عضلات الكور، فتقلل الحمل على الفقرات، فبالتالي بنخف الالم.